السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بك. من أين تتصلون؟ من الجزائر يا أخي. أهلا ومرحبا. اخفض صوت التلفاز يا جزائري. دقيقة. نعم. إذا قلت له أنا أتصل من الجزائر يا أخي. أهلا. بارك الله. أيها الشيخ الفاضل، لقد بالخدمة. تابعت محاضرتكم اليوم باهتمام كبير كالعادة، فأنا أصبحت مدمنا على مشاهدة قناتكم. لست أدري ما هو السبب. المهم هو أنني شخص يبحث دائما عن الحقيقة، ولهذا أنا أحاوركم باستمرار. وحتى أحترم ما قلتم، يجب أن لا أخرج عن موضوع محاضرة اليوم، وهي متعلقة بحديث القرطاس. أنا دائما مشكلتي هي تتعلق باللغة العربية. فبالأمس تحدثت إليكم فيما يخص سورة الحجرات، واستغرقت طويلا في إعراب الكلمات والجمل والأفعال حتى نصل إلى الحقيقة. أما اليوم فأعود إلى الموضوع. أنا أقف معكم اليوم في فعل هجر يهجر. أنتم بذلتم مجهودا كبيرا ومنذ زمان لإثبات أن هذه الكلمة تعني الهذيان، وبالتالي فهي تؤول إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الإلحاد في حق عمر. ولكن ولا مرة حاولتم أن تعطيها، لأن الكلمة لها تفاسير أخرى. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع. إذن هذه كلمة موجودة في القرآن. ويقول الشاعر العربي: هجرت الخلق طرا في هواك ويتمت العيال لكي أراك، ولو قطعوني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. يعني هجرت بمعنى ودعت وتركت. ونقول هجرت الطير والطيور المهاجرة بمعنى أنها انتقلت من مكان إلى مكان. وفي عندنا نحن في شمال إفريقيا حينما نقف أمام شخص يتألم من الوجع ويستسلم لفراش الموت ونعرف بأنه يعني سيموت، نقول يعني بصفة تلقائية إن هذا الشخص يودع. فأنا أميل كثيرا إلى هذا التفسير، بحيث أن عمر، ولو سلمنا أن عمر هو الذي قال، أن عمر رضي الله عنه قصد بالكلمة إن الرجل يودع بمعنى أن الرجل يهجر بمعنى أنه يودع دار الدنيا ليلتحق بدار الآخرة. وحسب التفاسير فإن عمر قال هذا كلام مضحك جدا. بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يهجر الرسول أو أهجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما نص عليه علماؤكم، ليس معناه الانتقال من مكان إلى مكان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق، ولكن هو مريض، ولكن هو يتكلم معهم ويخاطبهم، فهو انتقل إلى أي مكان، انتقل إلى أي مكان. هذا كلام مضحك جدا. دعني أتكلم معك. هذا كتاب مسند أحمد بن حنبل. إخواني الأعزاء لاحظوا المجلد الأول. انتقل إلى مكان، وهذا أيضا من خدعكم، لأنكم لا تريدون أن تخضعون للحق. هذا مسند أحمد بن حنبل، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبع في سنة 1415. دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء صفحة 366، صفحة 366، مسند عبد الله بن عباس، رقم الرواية 1963. بل اشتد برسول الله وهو ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه وقال مر دموعه الحصى. قلنا يا ابن العباس، يا أبا العباس، وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه أهجار؟ قال سفيان هدية. هدية معناه هدية. هذا علماؤكم نصوا على ذلك، منهم ابن الأثير، وهو كتب كتاب ماذا؟ النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث كما أريناكم ذلك. هذا هو. دقيقة اسكت. النهاية في غريب الحديث الجزء الخامس. بلي
في هذا الكتاب لو نراجع في صفحة 245 فإنه ينقل معاني هجر يهجره، فيقول بلي وفيه قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة أي فحشا، يقال أهجر في منطقه يهجر إهجارا إذا أفحش، وكذا إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي، والاسم الهجر، وهجر يهجر هجرا بالفتح إذا خلط في كلامه وإذا هذا. ومنه الحديث إذا طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا تهجروا، يروى بالضم والفتح من الفحش والتخليط. ومنه حديث مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما شأنه أهجر، أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض، وهذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخبارا، فيكون إما من الفحش أو الهذيان، والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك. فهذا كلام أئمتكم في اللغة، وهو كتب ابن الأثير هذا في غريب الحديث والأثر، الكلمات المشكلة والمفردات المشكلة في الروايات. فهذا كلام الذي أنت تقول به يا أيها الجزائري إنه مما يضحك الثقلى، مضحك جدا. انتقل إلى أي مكان، هو موجود يتكلم يخاطبهم، أخرجهم من داري قال قوموا عني، انتقل. أيها الشيخ الفاضل. بلي. أيها الشيخ الفاضل. بالخدمة. إن الشيء الذي يعجبني فيك حينما عرفت بأنك لست عربيا، أنا أرى بأنك تتقن العربية أحسن من أي عربي آخر، يعني ولو أنك في بعض الأحيان تلحن يعني في النطق، وهذا أنا فهمته، هذا نظرا لأنك لست عربي الأصل، فأنا أشكرك على كل المجهود الذي تبذله. ولكن يا أخي أنت لا تستطيع أن تنزح من ذهني بأن هاجر هو فعل يعني ترك وودع وسافر، وهذه الكلمة استعملت في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام وما زالت متداولة إلى يومنا هذا. هاجر بمعنى ترك وودع. فماذا فهمت؟ فهمت بأن عمر رأى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يهجر الدنيا لينتقل إلى الدار الآخرة إلى لقاء وجه ربه، وهذا كان منه شفقة ولطفا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مريضا ولا حاجة لإزعاجه ولإتعابه. هذا أولا. هذا دقيقة، دعني أجيب عليك. إذا كان الكلام هكذا فإنه قالوا هذا شفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأولا أقول إن قولك إنه انتقل من مكان إلى مكان فهذا كلام مضحك جدا، لم تأتي أنت بالدليل. إذا كان لمفرد كلمة مفردة معاني متعددة واشتبه علينا الأمر بأي معنى استعمل في هذا الكلام، فننظر إلى القرائن، والقرائن موجودة بأن في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا الموقع لا معنى لأنه انتقل من مكان إلى مكان أو إنه ودع. يعني سينتقل. لماذا ينتقل؟ أي عمر عنده علم الغيب؟ سوف يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وعمر بن الخطاب هو نفسه أخرج سيفه حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أي شخص يقول إنه مات أنا أقتله. فهذا كذب، وهذا منك محاولة فاشلة جدا. وأما إنه قال هذا دقيقة إن عمر بن الخطاب كان شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإطاعة وليس المخالفة. الشفقة إذا يريد شخصا أن يرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلطف به ويعطف عليه، فإن هذا كان عليه أن يطيع الأمر ولا أن يرفع الأصوات هنالك ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس. وهو من عبد الله بن عباس؟ حبر هذه الأمة عندكم، الحبر عندكم ابن عباس، وهو الذي أنتم رويتم في البخاري أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضمه إلى صدره وقال بل اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. هو بهذا المرتبة من العلم عندكم. بل هذا كتاب البخاري، صحيح البخاري كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. فإذا كان هذا شفقة
من عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأولا ابن عباس لماذا يبكي؟ هل إذا كان شخص يحترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريد إزعاجه، وهو رجل عالم عاقل من أكبر الصحابة في التفسير وفي الفقه وفي الحديث بالإجماع، لماذا يبكي حتى بل دموعه الحسباء يا الرجل؟ وبعد ذلك الرزية، كل الرزية، رزية ما معنى المصيبة، المشاكل، الفجايع، كلها نشأت من أي مكان؟ ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسكت وبين كتابته الحديث. فإذا كان هذا ابن عباس مجنون أم عاقل؟ أي إنسان مؤمن يبكي على أن صحابيا من الأصحاب احترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أراد إزعاجه؟ فهذا واضح. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لا أحلام لكم في هذا الكلام الذي أريناكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب وجماعته: لا أحلام لكم وقوموا عني، اذهبوا. فهذا صريح بأن هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إذا هم احترموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجهم من عنده. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور من جانب الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هل أنت رجل عربي تخرج ضيوفك من بيتك؟ أبدا. هل صنعت هذا الشيء؟ قل إنه لقد حدث لغط أيها الأستاذ. يا أخي أنت قل لي، هل حدث لك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللغط أحدثه عمر؟ أنا أقول لك، هل أنت أخرجت أبدا في حياتك ضيوفك من بيتك؟ قلت لهم: قوموا عني. أبدا. لا فكيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله أوجب عليه بالخصوص: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناح. فلماذا قال لهم: قوموا عني؟ إذا هم أرادوا بل شفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفقة ماذا يحتاج؟ أنتم تخدعون عقولكم. هذا دينكم كله كذب يا أيها العمرية من الأساس، كلها مضحكة، تناقضات، تهافتات. إذا شخص مريض وجعه شديد يريد يكتب الوصية، فهذا ما هو الشفقة في ذلك؟ أن تسمع له: نعم تفضل، هذا قلم وهذا قرطاس، ما هو وصيتك؟ نكتب لك، أنت تريد تكتب، هذا هو الشفقة. تفضل أنت اكتب، تريدني أنا أكتب، أنا أكتب لك، ما هو؟ تفضل. وهنا شهود موجودين يشهدون لك. لا، هو يهجر. أيها شفقة؟ لا عقل لكم. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كتاب المعجم الأوسط. المعجم الأوسط للطبراني، الجزء الرابع، طبع دار الفكر، صفحة 97، رقم الرواية 5338. وهذا طبع دار الفكر كما أريناكم، دار الفكر في سنة 1420. عن عمر بن الخطاب: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا لي بصحيفة ودوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فكرهنا ذلك أشد الكراهة، ثم قال: ادعوا لي بصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: إن كنا صواحبات يوسف، إذا مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصرتن أعينكن، وإذا صح ركبتن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوهن فإنهن خير منكم. هذا قول رسول: هن خير منكم. إن كلامهم، اسمعوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خير من كلامكم. فهذا شيء عجيب جدا أتى به الجماعة الأمرية. السلام عليكم، تفضلوا.